نعمل بقى النهارده القطايف البيتي بطريقة بسيطة جدا، والمقادير مظبوطة على الشعر زي ما انتم شايفين كده، عاملة زي الملبن ولا بتلزق ولا أي حاجة، وفعلا هتطلع زي الجاهزة وأحسن كمان. بتلات كوبايات بس من الدقيق هنعمل كيلو من القطايف. زي ما انتم شايفين ما شاء الله عملت كمية حلوة أوي. يلا بينا نسمي بالله. أول حاجة هبدأ بيها هو العسل أو السيرم. معايا حلة كده حطيت فيها 3 كوبايات من السكر، حط كمان 4 كوبايات من المية. أنا عايزة يكون عسل ما يكونش خفيف وما يكونش تقيل أوي. هنسيبهم بقى يغلوا ونحط لهم عصرة ليمونة بعد ما السكر على طول يدوب، واول ما يخلصوا نروح حاطين لهم بقى نحط لهم فانيليا. زي ما انتوا شفتوا كده انا نقلتها في حلة اكبر عشان خاطر تغلي براحتها. معايا بقى كده خلاط هجهز العجينة بتاعة القطايف. معايا خلاط هحط فيه 3 كوبايات من المية عادي من الحنفية، واحط قدامهم 3 كوبايات من الدقيق. لكل 3 كوبايات من الدقيق قدامها 3 كوبايات من المية. الكوباية اللي بعاير بيها دي كوباية معيارية 250 ملي. الكوباية اللي تستخدميها هي اللي تكملي بيها باقي المقادير كلها. ومعايا بقى كمان كوباية الا ربع من الدقيق السميد، واحط كمان معلقتين كبار من السكر، واحط كمان نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر ونص معلقة من الخميرة. ويا ريت ما تكتريش عن نص معلقة عشان تطلع معاكي النتيجة مظبوطة بالظبط. ومعايا بقى كمان كيس من الفانيليا، واحط ربع معلقة من الملح او رشة من الملح. نضربهم بقى في الخلاط كويس اوي لحد ما كلهم يدوبوا مع بعض، ويكون معاكي بالسمك اللي انت شايفاه كده بالظبط. يا رب يكون واضح بردك معاكم. ان شاء الله لو مشيتي على نفس المقادير هتطلع معاكي مظبوطه. نمسكها بقى نصفيها عشان لو فيها اي تكتلات لو فيها اي حاجه، وفي نفس الوقت تطلع معاكي ناعمه كده وجميله. هسيبها بقى بعد ما اصفيها، هسيبها بقى تخمر لمده 10 دقايق. ومعايا بقى كده طاسه همسكها اخليها تكون سخنه جدا جدا، وبعد كده اوطي عليها خالص واسيبها بقى تسوي القطايف كده براحتها. زي ما انتم شايفين كده احسن طريقه لصب القطايف بصراحه. جربت حاجات كتير، ولكن انجح حاجه هو كانت خلاط بتدي النتيجه مظبوطه قوي. اول بقى ما بتلاقي الفقاقيع اللي انت شايفاها دي تختفي تماما، تروحي شايله بقى القطايف على طول. واعتذر ليكم لان المقطع ده فعلا اتمسح. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله عامله زي الملبن معايا، بتتقفل وتتفتح ولا كأن في اي حاجه. تطلع معاكي باللون حلو قوي. اول ما تطلع كده تروح حطها على فوطه، وبعد كده بعد ما تتهوى معاكي شويه تروحي مغطيها عشان خاطر ما تنشفش. تبداي بقى تحشيها حلو حادق براحتك. انا حشيتها كان حلو، كان فول سوداني، زبيب، جوز الهند. تقدري تحطي مكسرات، تقدري تحطي اي حاجه انت بتحبيها. تقدري كمان تحشيها باللحمه. وزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله بتتقفل معايا بكل سهوله، وزي ما قلت لكم ولا بتلزق ولا اي حاجه. اهم حاجه بعد ما تطلعي تمسكيها تهويها، وبعد كده تبداي تغطيها، ما تغطيهاش على طول. بعد ما عملت بقى بقيه الكميه هبدا بقى ان انا اقليها عادي في زيت سخن. آلية عادية خالص. وبعد كده أول بقى ما تاخد وش لون حلو من لون لون دهبي يعني من وش ده ومن وش ده، بطلعها بقى يكون العسل يكون بتاعي بارد عشان تاخدي قطايف مقرمشة وحلوة. يكون العسل بتاعك بارد نروح نازلين على طول بالقطايف من الزيت، تصفيها تروحي منزلها على طول في العسل. وبعد كده يدوبك دقيقتين بالظبط وتروحي بردك مطلعها على طول على مصفى. تطلع معاكي أحلى قطايف. يا رب يكون عجبكم الفيديو.